ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده جايب لكم موضوع مهم جدا لطلبة جامعة حلوان. الموضوع ببساطة هو ازاي تدخل على موقع ابن الهيثم وتعمل التشعيب باختيار الشعبة الصح ليه. كتير من الطلبة بيكونوا محتارين ومش عارفين يبدأوا منين او يختاروا ازاي. علشان كده الفيديو ده هيوفر لكم شرح كامل خطوة بخطوة، من اول الدخول لحد ما تختار الشعبة وتتأكد ان اختيارك التسجيل صح. فركزوا معايا للنهاية علشان ما يفوتكوش أي خطوة، لأن دي حاجة هتحدد مستقبلك في الكلية. وعشان تعملها بطريقة صحيحة تابع معايا الشرح، ولو ما كنتش مشترك في القناة اشترك في القناة، ولو انت أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان أي فيديو جديد ينزل يوصلك إشعار بيه. هتدخل على جوجل وتكتب ابن الهيثم، هيجيب لك أول موقع تخش عليه اللي هو MYU جامعة حلوان. تخش عليه هيفتح لك الصفحة إن أنت تكتب اسم المستخدم والباسورد. فأنت تكتب اسم المستخدم والباسورد اللي أنت فعلتهم في الجامعة، تبدأ تكتبهم هنا. بعد كده تدوس على كلمة المفتاح دي، صورة المفتاح. بعد ما تدخل هتلاقي قدامك البيانات الشخصية، النتائج الدراسية، الجدول الدراسي، الرسوم، جدول الامتحانات، استبيان، التشعيب، رقم الصورة الشخصية، تظلمات. فاحنا اللي يهمنا في كل ده النهارده اللي هو التشعيب. هتدوس على التشعيب، تبدأ تقرا الكلام ده كله، تشوف الشعب اللي نازلة. وعشان تختار الشعبة بتاعتك فتبدأ اللي انت تختار الشعبة، يعني تدوس عليها بالماوس وترفعها فوق، تخلي اللي هو اللي يعني أول حاجة اللي انت عاوزها تخليها أول حاجة، التانية تحطها بعديها، التالتة تحطها بعديها، بحيث ان انت ترتب على اللي هو اللي انت الشعب اللي انت عاوزها. تختار الشعب اللي انت عاوزها وتبدأ ترتبها بالطريقة اللي انت عاوزها. تخلي اول شعبة زي ما قلنا تمسكها بالماوس وترفعها، واللي بعديها واللي بعديها لغاية ما تخلص ودوس حفظ. خليني انا ارتب وبعد كده ارجع لكم تاني. بعد ما رتبت دوست حفظ قال لي تم الحفظ. فكده تمام، احنا كده سجلنا الشعب ورتبناها بالطريقة اللي احنا عاوزينها. وبكده يا شباب نكون خلصنا شرح التشعيب على موقع ابن الهيثم اللي تابع لجامعة حلوان. أتمنى تكونوا استفدتم بالشرح. لو عندك أي استفسار أو واجهتك مشكلة اكتب لي في الكومنتات وأنا أوضح لك الحل. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك أي فيديو جديد ينزل على القناة.